المنظر ده يا بنات كان بيخنقني كل يوم بطريقة غير طبيعية. تعالوا بقى شوفوا انا عملت في ايه وريحت نفسي من الخنقة اللي كان بتجيلي كل يوم دي. بس قبل ما تعرفوا الحل معايا ما تنساش انت وهي تحط اللايك الحلو اللي زي كده وتشتركي في القناة علشان كل حاجة بنزلها وانزلها ان شاء الله توصل لكم اول باول. ويلا بينا نشوف عملنا ايه مع بعض. عاوزة اقول لكم يا بنات ان مش لازم يكون معاكي فلوس خالص خالص علشان تغيري بيتك. كل اللي محتاجينه منك بس شوية مجهود، ولا أكتر ولا أقل، وبيتك فعلا هيبقى تحفة فنية. وعلى فكرة تعالي هنا انت وهي، اللي انتوا شفتوه ده من شوية مش إهمال خالص والله، ده بس تراكم تعب وضغط نفسي ومعرضين كلنا نمر بيه، مش أنا لوحدي، بس النتيجة النهائية تستاهل ولا ايه؟ فقبل كان حاجة وبعد حاجة تانية خالص. ما شاء الله على الترتيب والتنظيم والجمال والريسبشن فعلا بعد ترتيبه بقى، وان احنا نعطره ونمسح الارضية ونرتب كل حاجة مكانها بيختلف 180 درجة. ولو اي واحدة فيكم عندها نفس المشكلة ان السجادة بتاعتها بقت تنسر واتقطعت كده من الجناب، هاتي كده المقص بتاعك الحلو ويكون حامي طبعا وقصيها، والحتت اللي انت قصيتيها دي حاولي كده من الجناب بعد كده ان انت تخيطيها كويس، او لو هي طبعا سجاده غير السجاد الشاك دوت فيستحسن ان انت ايه تحطي يعني زي وزره كده ايه قماش. لكن لو هو سجاد شاك زي اللي عندي ده بالظبط فانت تخيطيه بخيط صوف يكون نفس النوع ونفس اللون. وهنجيب يا بنات من عند اي حد بتاع خردوات ابره كبيره وشله خيط صوف نفس اللون اللي عندك بالظبط، وهتخيطيها وهتبقى تمام وفله وهتعيش اطول فتره ممكنه. وجربي الطريقه دي يا قمر وهتدعيلي. ولو انتوا فاكرين يا بنات معايا، انا كنت بنزل الفتره اللي فاتت ريلزات وفيديوهات بقى كتيره، وكانت ايه من سلسله بعنوان ومسمينها من غير فلتر. كنت بصور لكم الحاجة على طبيعتها زي ما هي موجودة في كل بيت مصري أصيل. وكلنا لما بنتعب ونضغط نفسيا أو نسيب البيت لظروف ما فالبيت بيتكركب ويتبهدل وحاجات فيه بتتكسر كتير، وأي حاجة أما بنسيبها من غير اهتمام أكيد هتبوظ وهتتبهدل جدا جدا. فنزلت لكم الريلز اللي فاتت دي أو الفيديوهات النوعية دي منها علشان تعبر عن واقع كتير قوي من الستات بتعيشه. تمام. وزي ما انتم شايفين ابتديت ان انا بقى بعد ما نزلت سلسلة والشقة كلها مقلوبة رأسا على عقب، دلوقتي بنزل لكم سلسلة جديدة اسمها بداية حياة جديدة او راحة نفسية، او ممكن تسموها سلام نفسي. فدي سلسلة جديدة يا بنات ودوت اول ريلز فيها، وهنبتدي مع بعض نجدد ونرتب ونحسن ونطور ونبدأ حياة جديدة ونعيشها افضل واحسن من اول